بسيطة. خليه يبطل يضمن وجودك. طب ازاي؟ اسألي نفسك، هو ضمن وجودي ازاي؟ ضمن وجودك مثلا بان انت ما بتعرفيش تقولي لا. ضمن وجودك بان انت طول الوقت قلقانه لا يسيبك. ضمن وجودك بان انت بتغيري عليه اكتر من اللازم. ضمن وجودك بانك خلفتي عيال كتير وما تقدريش تسيبيه. ضمن وجودك بانه عارف ان مهما حصل انت مش هتمشي وان اخرك فاضي. ضمن وجودك ازاي؟ غيري بقى الواقع. شوفي اصلا هو ضمنك ازاي عشان تقدري تغيري ده. خليكوا يا ستات عارفين حقيقة والنبي فهموها، انتوا المجتمع مفهمها لكوا غلط. في الطلاق خسارة الراجل زي خسارة الست ان ما كانتش اكتر. مش معنى ان انت هتطلقي ان هو بقى يدور على حل شعره وانا بس اللي هقعد كده، لا. ده راجل هيخسر عياله، هيخسر مشروعه اللي هو بيصرف عليه بقاله سنين طويلة، هيخسر الست اللي هو عارف ان يوم ما يتعب هتشيله. فهو بيخسر قصادك. فبطلي بقى تقعدي خايفة طول الوقت من انك تعبري عن استيائك او تعبري عن طلباتك واحتياجاتك وتبقي خايفة. خايفة من ايه؟ ما الحياة لو ما كانتش ماشية بالود يبقى بلاش منها احسن.